المغرب في قائمة البلدان الأكثر استهلاكا للسكر، فالاستهلاك السنوي لهذه المادة المستفيدة من دعم الدولة انتقل من 300 ألف طن عام 56 900 وألف إلى 1,225,000 ألف طن العام الماضي، مثل فيها مسحوق هذه المادة 53% مقابل 34% من قوالب السكر. ما كتستهلكش بزاف مادة القالب والكاسي بزاف، بالعكس مادة السنيدة كيتناولوها بزاف المغاربه هنايا سورتو في المنطقه الشرقيه، كيستعملوها في المثلجات، كيستعملوها في الحلويات. وكاين اللي كيشرب الكاسي يدي كاسي، كاين اللي كيدي قالب، كاين اللي يدي سنيده اللي كيخدموا بها الحلويات في هذا الشهر الكريم. والسلعه راها موجوده والطلب موجود والحمد لله، وحنا المغاربه معروفين بشرب الاتاي. استهلاك يأخذ منحا تصاعديا خلال شهر رمضان، حيث يتراوح الاستهلاك ما بين 85 و 95 ألف طن وطنيا بسبب عادة الأكل لدى المغاربة. فالسكر يعتبر مادة أساسية في تحضير أغلب الأطباق والحلويات، واستهلاكه لدى منتج الحلوى يتزايد بشكل ملحوظ خلال شهر الصيام. المواد الأولية كتكون نسبة الاستهلاك ديالها بواحد الشكل مرتفع بالنسبة للأيام العادية، ومن بينها المواد السكر، فتقدر يعني تقريبا الزياده نتاع الاستهلاك بحوالي 70%. المغاربة من كبار مستهلكي السكر في العالم بمعدل 37 كيلوغراما للفرد سنويا، وهو ما يفوق المعدل العالمي البالغ 20 كيلوغراما للفرد، معطل لا يمكن تفسيره سوى بالموروث الثقافي لدى المغاربة الذي يعلي من شأن كل ما هو حلو من الطعام والشراب. راك عارف هاد الجهه الشرقيه معروفه بلاتاي، ويبغيو السكر ويبغيو ديما لاتاي، راك عارف شويه حلو شويه كذا، ومعروفه عاوتاني راك عارف شويه ديال الكاطو كذا حلويات. رمضان المبارك كيستهلك السكر وسنيده بكميه كثيره، لان هذا الوقت هذا كيكون الحلويات، كيكون مثلا على الشباكيه الزلابيه، كتكون مسائل الحلويات كثيره بحال هكا القهوه اتاي، كيكون كيستهلك هذه المسائل في هذا الوقت هذا، والعصير كيكون كيستهلك بمستوى كثير. إفراط يحذر منه الأطباء في ظل نمط عيش تقل فيه الحركة وعادات غذائية لا تراعي المضاعفات الصحية لاستهلاك مادة السكر. يعني كل الدراسات لم يثبت أحد بأن هناك ضرورة لتناول السكري، بل فيه أضرار وليست فيه منافع، وفقط مادة لتزيين الأكل ولتحليته فقط. التغذية كما نستعملها الآن هي تغذية سيئة، هي تغذية سيئة تؤدي إلى الزيادة في السمنة، تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكري، وارتفاع نسبة السكري هو من بين الأسباب الأساس للزيادة في أمراض القلب والشرايين. عواقب تستدعي تغيير كثير من العادات الغذائية لدى المغاربة والتقليل ما أمكن من استهلاك مادة السكر.